هنعمل النهارده ان شاء الله احلى وصفه بالبتنجان والطماطم اللي انتوا شايفينها دي والفلفل. هنعمل وصفه جميله احلى فطار وبيفتح النفس بطبق جميل جميل. يلا بينا نبدا. بسم الله وصلى على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بالف خير وفي صحه وسعاده. كل حبايبي اللي معايا على القناه ما تحرمش منكم ابدا ابدا. طبعا انتوا شفتوا كل حاجه. معانا فلفل ومعانا طماطم وبرنجان بقى مقشراه كده نص تقشير. وهنبدأ بقى نجيب. انا طبعا قطعت كل حاجة بس خارج التصوير علشان انا اللي بصور نفسي ومش بعرف يعني ببقى ماسكة التليفون بايد، مش هعرف طبعا اقطع بايد واحدة. فان شاء الله انا قطعت البتنجان كده ورشيت عليه رشه ملح وسبته 5 دقايق كده. وجيت هنا بقى جبت زيت. انا بصوا انا متعوده بقى احط رشه نشا في الزيت اللي بحمر فيه البتنجان او بطاطس او حاجه بتشربش زيت كتير. فانا كان عندي كيس نشا والله، قعدت ادور عليه ما لقيتهوش، ما اعرفش راح فين. المهم انا قلت كده من غير نشا، بس برضو مش شارب يعني زيت كتير وزي الفل. زي ما انتم شايفين قطعنا البتنجان بتاعنا وهنقليه لون اما ياخد اللون الذهبي الجميل اللي انتم شايفينه ده. وهنبدأ بقى يا حبايبي نشوف بقى الخطوة اللي بعد كده. البتنجان طبعا بيتعمل بكم طريقة وما بتشبعش من أكله. أحلى حاجة وأول حاجة بتفتح النفس البتنجان. هنعمله بقى بالطريقة اللي انتوا شايفاها دي، طبق كده جميل على الفطار بيفتح النفس ويبقى زي الفل. كمان الفلفل اللي انتوا شفتوا اللي معانا ده، أنا مسكته كده غسلته ونقعته بشوية خل و ونقعته بشويه خل كده وايه ميه بخل يعني وهقليه بقى. بصي ليه زي ما هو كده، بس نغزيه بس بالسكينه. وهو طبعا نضيف وزي الفل، قلبه زي الفل من جوه ومفيش اي حاجه. انا غسته بس كده بالسكينه وهقليه زي ما هو كده بقى. قلبيه بقى، ما تسيبوش على جنب واحد عشان ما يتحرقش مننا. غيبي بقى كده وقلبيه من الجنب ده للجنب ده. لما قلينا بقى الفلفل وخلصنا، طبعا انا اتخلصت من الزيت اللي هو اللي احنا قالين في الفلفل وكده والبصله دي هشوحها كده من غير زيت. هشوحها من غير زيت، هدي عليها النار واشوحها كده تشويحه من غير زيت. طبعا البتنجان ليه؟ عشان البتنجان شارب زيت واحنا مش عايزين يعني طبق البتنجان بتاعنا يبقى فيه زيت كتير. فانا بشوحها كده من غير زيت. انا دي الطاسه اللي انا كنت بقلي فيها، والزيت اللي انا كنت بقلي فيه اتخلصت منه وسبت كده البصلايه كده هديت عليها النار وهشوحها. ونزلت بفص توم مفروم وهشوحها كده بالراحه كده على مهلنا كده لما تدبل خالص كده وايه ونقوم بقى نازلين بقى بقرن فلفل ايه، قرن فلفل بقى سبايسي بقى بخلي البتنجان طعمه جميل ويفتح النفس وزي الفل. هنشوح البتنجان البصلة والفلفل والثوم كده مع بعض. وهننزل بقى بالطماطم. انا كنت مقطعه طبعا الطماطم زي ما انتم شايفين. انا قشرت الطماطم عشان ما يبقاش فيها بقى قشره ولا حاجه، انا قشرتها وقطعتها. وهننزل بها كده بقى 5 حبات طماطم كده متوسطين وقطعتهم، بس انا قشرتهم. بقى البهارات طبعا ملح وفلفل اسود وحبه كزبره ناشفين. وهنقلب نقلب لعند ما الطماطم بتاعتنا خلاص تتسبك وتبقى كده لفه مع بعضها كده. بصوا اهي. هنقلبها حتى لو عندك لو عندك هراسه هرسيها شويه عشان تبقى مسبكه كده وتبقى جميله كده ايه في الايه مع البتنجان بتاعنا. خلاص اتسبكت وزي الفل. هننزل بقى بالبتنجان اللي احنا قلناه. بصي ما تخليش بقى ما تخليش على النار كتير، تقليبه بس كده تقليبه لعند ما كله ما كله كده ياخد من الطماطم والخلطه اللي احنا عملناها دي. وما تسيبوهوش على النار كده. طبعا البتنجان مستوي وكل حاجه معانا مستويه. هنشيل بسرعه من على النار عشان البتنجان بتاعنا كده ما يبقاش ايه مهروس كده، ويبقى ايه لازم يبقى كده شكله كده حلو زي ما انتم شايفين. احنا قلنا الفلفل. وبصوا الفلفل بقى عصير بقى، انا حطيت عليه كده رشيت عليه رشه بهارات ملح مبهر. وعصرت عليه ليمون وبقى هاتي رصة عيش بقى وكلي بقى احلى اكل واحلى فطار. جبنه قديمه وبتنجان. الطبق البتنجان بتاعنا ده تحفه تحفه، ما اقدرش اقول لكم ريحته وجماله. بتبقى اكله تفتح النفس يا حبايبي وجميله جدا. احلى فطار او في العشاء وحتى في الغد. معاكي بقى كده هاتي بقى حرصة عيش بقى وكلي بقى احلى فطار جميل يفتح النفس. وما تنسوناش بقى يا حبايبي لو وصلتوا لعند كده بقى ما تنسوناش في اللايك والاشتراك. اللايك يا حبايب قلبي، اللايكات ارفعوا لنا الفيديو شويه باللايكات بتاعتكم، ما تحرمش منكم ابدا ابدا. كل حبايبي اللي معايا على القناه اشكركم جدا جدا. تعليقاتكم الجميله وكلامكم الحلو اللي مشجعنا.
وده كان الفيديو بتاعنا، واشوف وشكم على خير فيديو جديد ان شاء الله، ومع الف سلامة.